بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض تاني فيديو من تجهيزات رمضان، تفريزات رمضان. من فرختين اتنين هنعمل بانيه، هنعمل شيش تاووك، هيطلع لنا أجزاء ممكن تتعمل تشيكن وينجز، نعمل كبد وقوانص، هنعمل وجبات كتير قوي قوي. بس لو عجبك الفيديو ما تنسنيش سبسكرايب لايك شير عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. ويلا بينا عشان نشوف عملنا ايه. يلا بينا. نبدأ بسم الله. أنا رحت للفرارجي، قلت له أنا عايزة في الأول طبعا 4 فرخات، دول فراخ عادية خالص، هتتشال معايا فراخ صحيحة. أنا بحب أشيل الفراخ صحيحة علشان لو حبيت أعملها محشية فريك تمام، حبيت أقطعها تمام. وما بحبش أجيب الفراخ كبيرة قوي، أنا بحبها من 1.5 كيلو ل2 كيلو إلا ربع، معقولة قوي بالنسبة لي. فدول ال4 فرخات اللي هيتشالوا صحاح. ادي الفرخة الرابعة. تمام كده، تمام. القصة بقى معايا هنا كلها في الفرختين اللي جايين دول. بتقولي للفرارجي أنا عايزة فراخ للبانيه. فراخ البانيه الفرارجي بيبقى عارفها ليه؟ بتبقى صدورها أكبر من وركها. بتجيب الفرخة في حدود 2 كيلو ونص عشان تطلع لك بانيه كويس وتطلع لك الحاجة بتاعتها. ودي كبد وقوانص اللي طلعوا من الفراخ، بس للمصداقية أنا جبت عليهم نص كيلو كمان. ودول اهي، بصي خليته خلالي الوراك بالطريقه دي علشان نعملها شيش طاووق. لو انت حابه تعمليها حمام كداب تمام، خليه يخليها لك للحمام الكداب، بس ساعتها هيسيب لك الجلد. انا عشان هعملها شيش طاووق خليته شل الجلد وشل العظم بتاعها كله. بالظبط كده. ادي معايا ال4 وراك، ودول بسم الله ما شاء الله اهي. بصي صدور الفرخه ليه؟ علشان هو عارف الفراخ بتاعة البانيه بتبقى صدورها أكبر من وركها. الفرخة في حدود 2 كيلو ونص بتطلع لي حوالي 2 كيلو بانيه. يعني أنا بتمن ال 2 كيلو بانيه جبت الفرختين. بصي بقى كده التوفير معاكي قد ايه. خدتي الشيش طاووق ببلاش، خدتي الكبد والقوانص ببلاش، خدتي الأجزاء دي هتاخديها برضو ببلاش. ممكن تعملي عليها صينية بطاطس، ممكن تعملي عليها تشيكن وينجز، ممكن تسلقيها لو انت محتاجه شوربه والفراخ مثلا هتعمليها في الفرن ولا حاجه، بس محتاجه شوربه مثلا لمحشي ولا الحاجه هتعمليها. خدتي الكبد والقوانص ببلاش، خدتي كل الحاجات دي ببلاش بتمن الفرختين. والفرختين هم لوحديهم بتمن ال 2 كيلو بانيه. يبقى انا عملت معايا البانيه، عامل معايا الشيش طاووق، طلع معايا الكبد والقوانص، طلع معايا الاجزاء، كل ده من الفرختين. الحاجه بقت غاليه يا حبايبي، لازم نحاول نوفر باي طريقه. ودول ال4 فرخات دول اللي هيتشالوا لوحديهم. احنا بنحاول نوفر دلوقتي يا جماعة. انا هغسلهم وارجع لك تاني. انا قبل كده عملت فيديو لتنظيف الطيور، وهسيب لك في صندوق الوصف اللينك بتاعه، هيظهر معاكي في الايفون. انا كده غسلتهم اهو. دي الاجزاء اللي طلعت زي ما انت شايفة كده اهي، مش هنرميها، لا هنعمل ممكن منها صينية بطاطس زي ما قلت لك، ممكن تعمليها تشيكن وينجز، ممكن تعملي بيها اي حاجة. وادي اللي بتبقى ما بين الوركين لما خلالي الوراك ده برضو بيطلع، هتبقى حلوة برضو في صينية البطاطس. تمام كده، ادي كده تمام. انا هنا بقولك على الحاجات اللي ممكن تعمليها من الاجزاء دي. وهنا الكبد والقوانص اهي غسلتها ونضفتها. الكبد والقوانص دي برضو ممكن تعملي بيها طاجن فريك بالكبد والقوانص. هنا في القوانص بنشيل الدهون اللي بتبقى حوالين القوانص. القلب بنفتحه علشان أعزكم الله بيبقى فيه دم متجمد جوه، فلازم يتفتح عشان يتنضف كمان من جوه. ودي الكبدة، ممكن تعمليها بقى أكلة كبد وقوانص لوحديها، ممكن تعمليها بالفريك، ممكن تعمليها جنب مكرونة، ممكن تعمليها كذا حاجة. هنا دي اهي صدور الفراخ
بصي بسم الله ما شاء الله. انا ما بحبش اقطع الفراخ بانيه واشيلها متقطعه بانيه. ليه؟ عشان ما تربطش ان هي كده الفراخ بتاعتي الصدور بتاعتي بقت بانيه بس. لا، انا ممكن اعملها شاورمه فراخ، ممكن اعملها ستريبس، ممكن اخد الصدر كده على بعضه اسلقه لحد عايز صدر كده مخلي. ممكن تعمليها بكذا حاجه. فانا علشان كده ما بحبش اقطعها بانيه عشان ما بقاش مربوطه ان ان الصدور بتاعتي بقت بانيه. ودي الشيش تاووك اهو معايا. الوراك قطعتها شيش تاووك اهي. وممكن كمان الصدور تعمليها شيش تاووك لو انت حابه. انا ساعات بعمل بالصدور شيش تاووك عادي، ممكن تكملي بيها للشيش تاووك. ودي الفراخ بتاعتي اهي، هنكيسها ونشيلها. تمام. ما انا مش عارفه والله الفرخه دي زعلانه ليه، رافعه رجليها كده ليه، انا مش عارفه والله. هي من ساعه ما جبتها وهي محتجه كده، مش عارفه ليه. الرجول دي انا كنت الاول برميها لغايه لما سمعت دكتور بيقول ان رجول الفراخ مفيده جدا للعظم وللغضاريف، افيد كمان من الكوارع، فما بقتش ارميها. والفراخ بتاعتي انا بشيلها صحيحه كده علشان لو عايزه تحشيها فريك، لو عايزه تقطعيها يبقى براحتك برضو، انت مش مرتبطه بحاجه معينه. عشان كده بحب اشيلها صحيحه عشان ما تربطنيش بحاجه معينه. ده البانيه بتاعي اهو هنكيسه. كل فص لوحده، علشان يا حبايبي الحاجة اللي متفرزة اوعي تفكيها وتفرزيها تاني. فما تحطيش كله مع بعضه وتيجي بعد كده انت محتاجة نصها بس، هيجي بعد كده ان انت تضطري ان انت تفكي وتفرزي من جديد. ده الشيش تاووك برضو معانا، هنقسمه على طبقين. انت بقى وعدد افراد اسرتك هتقسميه على طبقين، هتقسميه على 3، هتعمليه على طبق واحد براحتك. ده حوالي طلع معايا حوالي من كيلو ونص ل2 كيلو شيش تاووك، من فرختين 2. ايه رأيكم بقى؟ بس يلا اللايك، اوعي تنسي اللايك. لو وصلتي معايا لغاية هنا اوعي تنسيني في اللايك والسبسكرايب. وشكرا جدا جدا على كومنتاتكم، حقيقي والله بتسعدوني جدا بكومنتاتكم. ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا ومن دعمكم ليا، ودايما كده يا رب واقفين في ظهري. ادي اهو معايا طبقين شيش تاووك، وادي الكبد والقوانص برضو هنقسمهم على طبقين. وزي ما قلت لك للمصداقية، دول بتوع ال6 فرخات وجبت عليهم نص كيلو. شوفي بقى التوفير قد ايه في اللي احنا عملناه ده، من فرختين 2. بصي عملنا ايه، عملنا كذا حاجة. زي ما قلت لك على حسب عدد افراد اسرتك. الكبد والقوانص دي ممكن نعمل بيها طاجن فريك بالكبد والقوانص، هبقى اعمله وانزله لكم في القناه برضو، بيبقى جميل جدا. ممكن تعمليها بالقوطه والفلفل والبصل، تشكليها. ممكن وجنبيها مثلا بطاطس محمره، ممكن تعمليها محمره عاديه جنب شويه مكرونه. يبقى برضو احنا من الكبد والقوانص ممكن نعمل كذا حاجه. ودي الاجزاء بتاعتنا اللي قلت لك عليها، احنا مش هنرمي حاجه، حرام، بتبقى كلها لحمة برضو. اهي انا ممكن نعمل بيها صينية بطاطس. هسيب لك لينك صينية البطاطس اللي عملتها معاكم قبل كده، هسيبها لك في صندوق الوصف تحت، وهتظهر معاكي في حرف الاي فوق. صينية بطاطس مش تقليدية، غير صينية البطاطس اللي احنا متعودين عليها، صينية بطاطس تانية خالص، بدون اي مادة دهنية فيها، ولا زيت ولا سمنة ولا حاجة. ممكن تعمليها كمان تشيكن وينجز، ممكن كمان تسلقيها لو انتي محتاجة شوربة لأي حاجة. ادي معانا اهو، ادي الشيش تاووك، ادي 4 صدور فراخ، ادي ال4 فرخات، وكمان الكبد والقوانص والاجزاء بتاعه الفراخ. بس زي ما قلت لك ما تنسينيش سبسكرايب لايك شير عشان الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد ممكن. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويا رب يعيد علينا الايام بخير دايما احنا وكل الدول، كل دول العالم العربيه وغير العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.